السلام عليكم. من اسبوعين كده خلصنا تصوير وواقفين في المطبخ انا واسراء بنعمل نسكافيه. قالت لي بقول لك ايه، رايا وسكينه ترندنج اليومين دول. قلت في عقل بالي طب والله فكره، ما نعمل سحله عن رايا وسكينه ونمشي مع الترند ونجيب مشاهدات ونعمل فلوس. فانا جنة عادل وهي دي السحله. اربط الاحزمه بقى علشان في تنطيط كتير هيحصل النهارده، والناس اللي بتحب تتفرج على السحله قبل ما تنام الحلقه دي مش هتبقى احسن حاجه تشوفها قبل ما تنام. انا شخصيا وانا بحضرها قعدت 3 ايام بحلم بتبرئه عبله كامل. ممكن تشوفوا الحلقات اللي فاتت وشوفوا دي بكره في نهار ربنا. نبدا. المشهد الافتتاحي لهذه الحكاية كان من 100 سنة تقريبا، يوم 14 ديسمبر 1921 قدام سجن الحضرة في اسكندرية. مظاهرة زي المظاهرات اللي كانت بتحصل كتير في الفترة دي علشان الاستقلال والانجليز والهم ده كله، بس المرة دي الجمهور مختلف ومفيش هتاف، في ما يشبه الزفة. عدد كبير من الستات الشعبية واقفة قدام السجن عمالة تغني خمارة يا مبابين وديتي السكارة فين. فجأة بتلمح الجماهير علم السجن الأسود وهو بينزل، وده معناه إن تم تنفيذ حكم الإعدام في حد جوه. فبيتحول الغنى لهتاف، عاش اللي شنق ريا، عاش اللي شنق سكينة. اللي حصل يوميها ده كان سابقة تاريخية، لأن لحد قبل اليوم ده الستات ما كانتش بتتعدم مهما عملت، حتى لو قتلت. اشمعنى دول بقى اللي اتحكم عليهم بالإعدام؟ خلينا نشوف. فلاش باك لقرية صغيرة جدا في صعيد مصر في نهايات القرن ال19 سنة 1875 تقريبا. هناك بيتجوز المواطن المصري علي همام من المواطنة المصرية زينب مصطفى، وبيخلفوا ابنهم الأول أبو العلا وبعدين بنتهم الكبيرة ريا. ريا كانت حلوة كده 7 سنين لما قامت ثورة عرابي اللي انتهت زي ما احنا عارفين بالاحتلال البريطاني لمصر، لتبدأ فترة شديدة النكد على دماغ المصريين كلهم. الحياة في مصر وقتها كانت ها قوي. ثروات الدولة بتتنهب بالكامل لحساب انجلترا ولحساب العيلة المالكة، فقر مدقع، جوع، اوضاع صحية مزرية، وفوق ده كله كان في احساس عام بالاهانة، انك ملكش قيمة، ملكش رأي. حد يقول لي جنش واحنا مالنا بدرس التاريخ ده؟ فين ريا وسكينة وحصر عليها يا حصر عليها؟ ما هو علي همام ومراته وعيالهم وكل الناس اللي اتورطت في الحكاية دي كانوا بيقولوا كده برضو. مالنا احنا بالهم ده كله؟ ده كلام كبير ما يخصناش، والعيشة صعبة، محدش لاقي اللقمه. اللي يخصنا دلوقتي اننا نلاقي ناكل ونشرب ونجيب جلابيه جديده في الشتاء، ولو ربنا كرم قوي يعني حد من العيله اللي عمالين نخلفهم دول يعيش لحد ما يكبر ويتجوز. بس اللي هم ما كانوش واخدين بالهم منه ان اللي بيحصل في العالم حواليهم هو السبب المباشر للعيشه الكرب اللي هم عايشينها، وهو اللي هيساهم بشكل كبير في ان العيال الصغيره دي اللي كنا لسه من كام سنه بنغني يا رب يا ربنا يكبروا ويبقوا قدنا، يكبروا فعلا ويبقوا عصابه قد الدنيا. لو هنطلع من بيت علي همام ونبص بصه كده على صعيد مصر في الوقت ده هنلاقي ان في كارثه سنويه اسمها الفيضان. كل سنه في موسم الفيضان ميه النيل تعلى جدا لدرجه تنتهي معاها الحياه تقريبا. اللي فينا له جد كبير من الصعيد وعاش قبل السد العالي ممكن يسالوا على اللي بيحصل ايام الفيضان، وغرق الناس وغرق البيوت والاراضي والحيوانات. معنى كده ايه؟ معنى كده ان كل سنه فيها فتره ما بيبقاش فيها لا شغل ولا اكل ولا سكن، غير الامراض والاوبئه اللي بتيجي تاخد في وشها كام الف بني ادم. ومع ذلك الناس ما انتهتش، عرفوا يصمدوا قدام كل الاهوال دي والجوع والفقر والمرض، ودي لقطه هنرجع لها بعدين. مع الوضع اللي كان سيء بالفعل في الصعيد ومع تدهور الاحوال زياده بعد الاحتلال، بتبدا عيله علي همام الزحف نحو الشمال. في الاول بيروحوا بني سويف وهناك بيخلفوا بنتهم الثانيه سكينه بعد ريا ب10 سنين، ثم يضيق الحال تاني في بني سويف فتواصل العيله الزحف لحد كفر الزيات، ودي هتبقى نقطه تحول كبيره في حياتهم كلهم زي ما هنشوف. في كفر الزيات بتتجوز ريا من جوزها الاولاني وبتتجوز سكينه جوزها الاولاني. خلينا بقى نسيب الفرح والمعازيم ونبص بصه كده على فكره الجواز في الوقت ده كانت بتمشي ازاي. باختصار مخل، الجواز في الفتره دي وخصوصا بين الطبقات المعدمه من الشعب اللي هي كانت غالبيه الشعب بالمناسبه كان صفقه، ديل. انتي تخدميني، تغسلي لي الهدمتين وتطبخي لي الطقتين وتخلفي لي العيلين، وانا اصرف عليكي واكلك انتي وعيالك لحد ما العيال دي تكبر وتشتغل وتبدا تساهم في المصاريف. لو العيله حظها حلو والبنت اتجوزت جوازه حلوه ممكن جوزها ده يساعد العيله شويه ويساهم في مصاريفهم. اما لو العيله حظها وحش والزوج طلع على قد حاله برضه، فعلى الاقل هيبقى وفر من عليهم مصاريف اكلها وهدومها وعلاجها يعني لو هيعالجوها. وبما ان البلد كلها في ازمه ما يعلم بيها الا ربنا وحرفيا ما حدش لاقي ياكل، فحتى دي مصلحه. بهذا المنطق المهبب اتجوزوا ريا وسكينه، لكن للاسف كل واحده طلعت من جوازتها بعاهه مستديمه. ريا طلعت ارمله حامل وده اللي دبسها في جوازه حسب الله، هذا النطع اللي اصغر
اصغر منها ب15 سنه، ودي لقطه هنرجع لها بعدين. اما سكينه فيفترض ان جوازتها الاولانيه دي كانت بدايه علاقتها بالخمره. لو جينا بصينا على ريا وسكينه وعملنا لهم كاركتر بروفايل كده في المرحله دي من حياتهم، هنلاقي ان سكينه من يومها تقريبا وهي شخصيه طايشه جدا، زيرو تحكم في النفس، نزوات كتير، علاقات كتير، مش عامله حساب لحد، بتعمل اللي في دماغها وليذهب العالم كباكج الى الجحيم على راي احمد العيدي. اما ريا فكانت العكس تقريبا، رزينه شويتين واكثر تحفظا كده، بس في نفس الوقت عندها شعور عميق بانعدام القيمه، هي شايفه ان هي ملهاش لازمه، خصوصا انها اتجوزت متاخر وبعدين اتجوزت حسب الله اللي هو اصغر منها ب15 سنه لمجرد ان اخوه مات. ده العرف وقتها، ان لو الزوج مات وهو مخلف من مراته، اخو الزوج بيتجوز ارملته علشان العيال ما تترباش بره، اللي هو اعتقد عرف لسه متبع لحد النهارده. جوازه ريا وحسب الله دي تدينا هنت ان لحد اللحظه دي العيله دي كان فارق معاها الاصول ونظره المجتمع ليهم عامله ازاي، العادات والتقاليد وكلام الناس لحد الوقت ده بالنسبه لهم كان حاجه مهمه، بس ده هيتغير بسرعه قوي وبشكل ما يخطرش على بال اي حد. مع طلاق سكينه من جوزها الاولاني قلت فرص انها تلاقي زوج تاني بسهوله، ولو ضفنا لكده استعدادها الطبيعي للطيش والجوع المستمر اللي الناس كانت بتعاني منه في الفتره دي، ونحط خطين تحت موضوع الجوع ده علشان هنرجع له كتير، كل الظروف دي هتخلي سكينه تتجه للعمل في البغاء، في الاول على خفيف في كفر الزيات، وبعد كده هتروح تحترف في طنطا. خلينا هنا نطلع من مصيبه سكينه ونبص بصه كده على الوضع العام. السياق، انا احب قوي ابص على السياق وقتها ان سنه 1882 اول ما انجلترا احتلت مصر، امرت السلطات المصريه بانها تعمل مكتب اسمه مكتب التفتيش على النسوه العاهرات. ليه؟ عشان تحمي جنود الاحتلال اللي كانوا بيتعاملوا مع العاهرات دول من الامراض المنقوله جنسيا او اللي كان بيطلق عليها الامراض السريه. فضل التفتيش ده بيحصل بشكل عشوائي وغير منظم لحد سنه 1885 لما صدرت لائحه من مكتب التفتيش على النسوه العاهرات ده بتقول ان الستات اللي بتشتغل في البغاء لازم تروح تسجل اساميها وتستخرج رخصه والا هتتعرض للحبس. والحكومه المصريه ساعتها قالت هي مصلحه، من ناحيه نقدر نعمل حصر للناس اللي بتمارس النشاط ده، ومن ناحيه تانية نقدر يبقى فيه رقابه دوريه علشان الامراض السريه ما تتفشاش، وبالمره ممكن نفرض عليهم ضرائب. مع ظروف المعيشه اللي زي الزفت في الفتره دي، ومع الجوع اللي كان بينهش في الناس حرفيا، ومع سفر اعداد كبيره جدا من الرجاله، حوالي 1,200,000 راجل مصري ما بين متطوعين ومخطوفين راحوا عشان يشتغلوا في السلطه، ودي حاجه هنتكلم عنها بالتفصيل كمان شويه. ستات كتير في مصر فقدت عائلها الوحيد فاتجهت للبغاء علشان تلاقي تاكل، خصوصا ان البغاء وقتها كان نشاط قانوني، بمعنى السرقه وقتها كانت جريمه، لو سرقتي هتتحبسي وتطلعي من السجن سوابق ومحدش هيرضى يبص في وشك، لكن لو اتجهتي للبغاء مش هتتحبسي لان البغاء قانوني، السرقه لا. ده طبعا كان خلاط عنيف جدا اتضربت فيه البوصله الاخلاقيه بتاعه المجتمع كله. الفرق بين الاخلاقي والقانوني كان مربك جدا، واللي زود الربكه دي اننا كنا في ظروف هي اشبه ما تكون بالمجاعه. لو رجعنا لعيله همام هنلاقي افراد العيله دي خدوا خطين. خط قرر ان السرقه ارحم من البغاء، يمثلوا حسب الله وابو العيله اللي كان لسه عندهم بواقي نخوه، فابتدوا يسرقوا حاجات علشان ياكلوها لحد ما في الاخر اتسجنوا، وبعدها جرجروا ريا وامها كمان معاهم في السجن. الخط الثاني قرر انه يمشي قانوني ولتذهب الاخلاق في 60 داهيه، ده تمثله سكينه لوحدها، خصوصا ان الشغلانه مناسبه لحد في طبيعتها الطايشه وفي ظروف حياتها. بتطفش سكينه من كفر الزيات على طنطا وبتطلع رخصه علشان تشتغل عاهره او مقطوره بمفردات الزمن ده. ايه ده، هي مش في المسلسل كانت شغاله رقاصه؟ ولا عديله كانت رقاصه، ولا اختها العيانه اللي طلعت في الاول دي كانت رقاصه برضه. طلعت سكينه رخصتها وابتدت تشتغل في كرخانه في طنطا، بيت دعاره يعني. وهنا خلينا نطلع من المأساة الشخصيه ونبص تاني على السياق. انا في السحله دي قتيله السياق بيقول ان سنه 1905 الحكومه طلعت حاجه اسمها لائحه تنظيم بيوت البغاء. من بعدها بقى في سيستم معين كده للعمل في الجنس التجاري. اولا المكان اللي هتتفتح فيه الكرخانه او بيت الدعاره ما ينفعش يكون وسط بيوت المواطنين كده عادي، او زي ما كانوا بيسموها بيوت الاحرار. دي بتبقى احياء من بابها على اطراف المدينه، هي مقفوله بالكامل للكرخانات، وبيبقى مبني فيها بيوت للعاملين في الجنس التجاري وللمهن اللي بتخدم عليهم زي بيع الخمور مثلا. سيستم الشغل نفسه بقى كان فيه وظائف محدده جدا، اهم وظيفه فيهم هي التالنت اكوزيشن، السحابه. الست اللي بتسحب البنات وتستدرجهم وتقنعهم انهم يشتغلوا في البغاء. الست دي مفروض يكون عندها مهارات اجتماعيه خطيره، تعرف من مجرد مناقشه سريعه كده اللي قدامها دي ظروفها ايه، قد ايه هي بائسه، عندها استعداد تعمل ايه علشان تطلع من البؤس ده. الضحيه المثاليه هتكون واحده ما عندهاش اي مصدر للدخل، جعانه
بعيدة عن أسرتها أو أسرتها بتمارس نشاط مشبوه، أب سوابق، أخ محبوس بيعذبوها في البيت. ويا سلام بقى لو في حد هي متدبسة في إنها تصرف عليه، أم عيانة، عيل من جوازة قديمة، دي كده تبقى لقطة، ودي لقطة هنرجع لها كمان شوية. المهم السحابة بتزن على دماغ الضحية لحد ما تقنعها انها تروح تستخرج رخصة، فتروح البنت تقدم طلب في الجهات الرسمية وتخضع لكشف طبي في مستشفيات خاصة بالمومسات، وده طبعا للتأكد من خلوها من الأمراض السرية ومن انها مش قاصر. وبعد ما يتأكدوا انها كمان مش متجوزة بتطلع الرخصة بتاعتها وبيتكتب فيها بياناتها، اسمها والمهنة مقطورة واسم العايقة او البدرونة اللي هي شغالة معاها. دي الست اللي هي صاحبة البيت اللي بتدير الكرخانة أو القواد لو كان راجل. ده كان السيستم الرسمي، لكن السيستم الرسمي ده ما كانش بيبقى مناسب لناس كتير قوي. واحدة مثلا متجوزة بس جوزها ما يتخيرش عن حسب الله كده، ناطع مش جايب لها إلا المشاكل، هي مش هتعرف تستخرج رخصة لأنها نظريا على ذمة راجل. واحدة لسه ما كملتش السن القانوني بس ما عندهاش أي مصدر دخل وجعانة. واحدة مش عايزة تطلع رخصة لأن لسه عندها شيء من الخجل أو عندها اعتبارات اجتماعية تمنع الكلام ده، أو ببساطة عايزة تعمل كده لمزاجها. أو واحدة مصابة بمرض سري أو مرض جنسي زي ما هيحصل لسكينة نفسها بعد كده. هنا بقى بتظهر البيوت السرية اللي كانوا بيسموها الخبيزة، بيوت بغاء برضو بس في السر من غير تراخيص ولا حاجة. ودي بقى حضيض الحضيض، أسوأ ظروف ممكن بني آدم يعيش فيها لو سمينا الحياة دي عيشة أصلا. هنرجع لمأساة سكينة. بتشتغل سكينة في كرخانة في طنطا لمدة 9 شهور، وده بعلم رجالة العيلة حسب الله وابو العيلة، مقابل ان هي بتدفع لهم فلوس. وده يدينا فكرة عن ان تمسك العيلة دي بفكرة الأصول واللي يصح واللي ما يصحش اتهزت هزة عنيفة في فترة قصيرة جدا، خصوصا بعد ما اتسجنوا عشان السرقة. حسب الله مثلا اتحول من الشخص اللي بيحترم التقاليد لدرجة انه يتجوز واحدة اكبر منه ب15 سنة لمجرد ان الاصول كده، الواحد ما عندوش مانع ان اخت مراته تشتغل في الدعارة عشان تصرف عليه. بتفضل سكينة تشتغل وتبعت فلوس لحد ما بيجيلها مرض سري او مرض منقول جنسيا، فبتتحجز في مستشفى المومسات في طنطا، وهناك بتتعرف على احمد رجب الممرض اللي هتحبه وتتجوزه بعد كده. وبسبب العلاقة دي احمد رجب بيتفصل من المستشفى، يعني مش عشان سرق ادوية زي ما كان في المسلسل. رجب بيستنى سكينة تخف وتكمل علاجها، وبعدين بيهرب الاتنين على اسكندرية وبيقرروا يبتدوا صفحة جديدة. وهنا تبدو قصة الحب دي غريبة جدا، يعني هو حرفيا مقابلها في مستشفى للمومسات وهي بتتعالج من مرض جنسي، ومع ذلك حبها وقرر ان هو مثلا مش هيصاحبها ولا يمشي معاها، هيتجوزها. لو هنرجع للسياق، الحركة دي ما كانتش نادرة قوي كده، مع الزيادة الفظيعة في عدد الستات اللي اشتغلت في البغاء وقتها، ولأن الناس عارفة ان الجوع حرفيا كافر واني ما ينفعش احكم على اخلاقك في ظروف بشعة زي دي. عدد مش قليل من الرجالة كان بيوافق يتجوز مقطورة، وكان بيشوف في ده نوع من الشهامة. ده يمكن من الأجزاء القليلة اللي فضلت من إنسانية الشعب وقتها، إنهم ما يقفلوش باب التوبة في وش حد، فكانوا بيعتبروه إنه ثواب كبير قوي إنه ياخد واحدة من المصير المزري ده ويساعدها على التوبة. بيتجوز الاتنين في اسكندرية وبيقرروا يبدأوا صفحة جديدة، لكن ويا للأسف ما إن يستقروا في اسكندرية حتى تقوم الحرب العالمية الأولى. ومع قيام الحرب الحال بيقف تماما، التصدير بيقف، تجارة القطن اللي كانت المحرك الأساسي لاقتصاد مصر وقتها بتقف، مفيش شغل، بطالة، جريمة، والأهم جوع تاني. جوع مستمر وخوف مستمر خلى الناس تنزل تهتف قدام الأقسام عايزين ناكل بهذا الوضوح. رجب ما بيلاقيش شغل، فبتضطر سكينة تنزل تدور على أي حاجة، بتبيع خضار، بتبيع بيض، لكنها بسرعة بتضطر ترجع للشغل في الدعارة تاني. بس المرة دي بتشتغل في البيوت السرية علشان ما تضطرش تروح تتعرض للكشف والمهانة اللي كانت بتحصل في مستشفى المومسات علشان تجدد رخصتها. المهم الجوع خلى أحمد رجب يوافق إن مراته تعمل كده لأن مفيش أي حل تاني، إلى أن ظهرت فكرة السلطة. وخلينا هنا نطلع من الحكاية ونبص على السياق، وكل شوية السياق السياق السياق. ايوه هي اسمها السحله، وانتوا جايين عمر افندي، هي اسمها السحله. نطلع من الحكايه ونخش السياق ونرجع للحكايه، طول بالنا. سنة 1914 بريطانيا دخلت الحرب العالمية الأولى. طب يا سي شكرا أهلا وسهلا، إحنا مالنا؟ ما هي مصر كانت محتلة في الوقت ده من بريطانيا، وده معناه إن كل موارد مصر هتتسخر لمساعدة بريطانيا في إنها تكسب الحرب. ومن أهم الموارد دي الموارد البشرية، العامل المصري. فاكرين من شويه لما قلنا ان الظروف المعيشيه والمناخيه القاسيه في الصعيد خلت الناس اكتر صلابه، هم اللي عرفوا يتكيفوا عليها، فبقى عندهم قوه احتمال عاليه جدا. اهي السلطات البريطانيه بقى قررت انها تستخدم القوه البدنيه وقوه التحمل دي علشان تساعدها في الفوز في الحرب، وتحديدا في المهام غير القتاليه. يعني احنا عندنا جنود شايله السلاح وبتحارب، بس في نفس الوقت عندنا خنادق محتاجه تتحفر، عندنا اكل محتاج يتحضر. كل ده ممكن نستخدم العماله المصريه في انجازه علشان الجنود بتوعنا يتفرغوا بس للقتال. فنروح لمين؟ نروح للسلطه المصريه. سلام عليكم، احنا عايزين نأجر صعايده. فتفتح السلطات المصريه باب التطوع، والناس تفضل شويه متردده،
من ناحيه هم اصلا مش طايقين الاحتلال، فاكيد مش عايزين بريطانيا تفوز في الحرب، ومن ناحيه تانية بريطانيا كانت بتحارب السلطان العثماني اللي هو كان في الفتره دي يعتبر خليفه المسلمين. ده غير طبعا ان ظروف الشغل على الجبهه مهببه والاجر ملاليم. ولكن مع الجوع والبطاله الناس ابتدت تروح تتطوع في السلطه ويقعدوا هناك كام شهر، واللي يرجع منهم يرجع شخص تاني خالص، في حاجه فيه اتغيرت تماما. الفكرة ما كانتش الظروف على الجبهة وبس، الأهم واللي خلى الوضع سيء فعلا واللي خلى رجالة مصر راجعين مشحونين بكمية رهيبة من الغضب هو الإهانة الشديدة اللي كانوا العمال المصريين بيتعرضوا لها من جنود الاحتلال. يعني بغض النظر عن مسألة الخصم من يومياتهم على الفاضية وعلى المليانة ده، بس هناك المصريين شافوا الذل فعلا، شتيمة، ضرب، جلد. فالسلطة اللي كانت مهرب معقول من بلد على شفا المجاعة بقت كابوس محدش خالص عايز يروح له برجليه. فابتدت قوات الاحتلال تعمل تجنيد إجباري للمصريين، وللأسف ده اتنفذ بإيدين السلطة المصرية، ودي حاجة هنرجع لها بعدين. فالناس بقت تتخطف وتتشحن على معسكرات التعبئة والتوزيع، وبعدين القوات البريطانية توزعهم بقى على البلاد المختلفة اللي هم بيحاربوا فيها. وفي الوقت ده كان سيد درويش كتب الأغنية بتاعت يا عزيز عيني وبلدي يا بلدي والسلطة خدت ولدي والكلام ده. خلينا نسيب السياق ونرجع تاني للحكاية. في الفترة دي رجب قرر ان كل الاهوال اللي بيسمع عنها في السلطة دي ارحم من ان مراته تضطر تبيع نفسها علشان تصرف على نفسها وعليه، فبيسافر ويسيب معاها قرشين يفترض انهم هيكفوها شهرين، وهو بيمشي من هنا وبيوصل حسب الله وبديعة على اسكندرية من هنا، وبعدهم بشوية زينب امها واخوها ابو العلا، وبعدين ريا بتطلع من السجن وتحصلها، فبتضطر سكينة تصرف القرشين اللي معاها على عيلتها وترجع تاني للعمل في البغاء. بس المرة دي ما نزلتش كمقطورة، قررت ان هي تفتح بيت سري بمساعدة ريا وبقية افراد العيلة، ما انا مش هشتغل في الهم ده لوحدي. والحقيقة ان كل المطارح والبيوت اللي كانوا ريا وسكينة بيديروها في المسلسل كانت بيوت سرية، وكل الستات اللي كانوا بيترددوا عليهم واللي هيقتلوهم بعد كده كانوا شغالين معاهم في البغاء السري برضه، واغلبهم ملهمش حد يسأل عليهم. زي ما قلنا فوق، الضحية الممتازة ملهاش حد يصرف عليها وبالتالي ملهاش حد يسأل عليها. المهم بتمشي الحياة بهذه العيلة المنكوبة زي ما مشيت في المسلسل تقريبا، الى ان تغير العيلة نشاطها من البغاء السري للقتل. ازاي بقى؟ ايه اللي حصل لابطال هذه الحكايه المريعه في الكام سنه دول خلاهم يتحولوا من البغاء السري للقتل؟ خلال الفترة بين فتح أول بيت بغاء في اسكندرية وأول جريمة قتل، شخصيات الحكاية دي طرقت عليها تغييرات جسيمة وضمت عليهم شخصيات جديدة طبعا، بس التيمة المشتركة إن كل واحد منهم فقد جزء كبير جدا من إنسانيته ومفضلوش منها غير فتفوتة صغيرة كده، أي حاجة تفكروا إنه لسه بني آدم. ريا مثلا بقت سحابة سلاش عايقة، عندها عدد من بيوت البغاء السرية بتديرها بعلم وموافقة جوزها حسب الله، وبرغم ازدهار حياتها المهنية وإنها أخيرا بقت لاقية تاكل، إلا إن حياتها الأسرية كانت زي الزفت. بعد بديعة ريا جابت 4 أولاد كلهم ماتوا، وده كان شيء شائع في الفترة دي بالمناسبة. ده خلى ريا تحتقر نفسها أكتر وتتمسك بحسب الله أكتر وتعتبره الدليل الوحيد على إنها لسه بني آدمة. حسب الله طبعا من الأول كان راجل نطع، بس سنوات العمل في البغاء خلت الوضع أسوأ بكتير. فتفوتة الإنسانية اللي كانت فضلاله كانت إنه يلبس أحسن لبس ويجيب حشيش ويمشي في وسط الناس عايش دور المعلم، ويرفض رغبة ريا الملحة في إن هم يطلعوا رخصة ويفتحوا كرخانة بدل التنطيط من الحكومة والجري في البيوت السرية. فضل لحد آخر لحظة مصر إنه ما ياخدش لقب قواد، يجوز دي كانت الحتة الوحيدة اللي فاضلة من كرامته وما كانش عايز يتنازل عنها، يجوز كان عايش في الإنكار أو دينايل، الله أعلم. أما سكينة فالمفروض الناس بتكبر تعقل أو تتهد، بس ده ما كانش متاح في قصتها هي، خصوصا مع إدمان الكحول، وخصوصا إن الكحول في معظم الأوقات كان بيبقى مضروب ومغشوش بالسبيرتو الأحمر، يعني تلف دماغي مفيش بعد كده. كل ده خلى الطيش اللي هي بالفعل عندها استعداد طبيعي ليه يتفاقم تماما ويخرج عن السيطرة. اتطلقت من أحمد رجب الممرض اللي كان بيحبها، وبقت سحابة سلاش عايقة سلاش مدمنة كحول سلاش شوجر مامي قد الدنيا. بالنسبة لسكينة الجزء الوحيد اللي كان فاضل من إنسانيتها إن هي اللي تختارها تصاحب مين، وإن هي اللي تصرف عليه، كأنها بتقول أنا محدش يشتريني بفلوسه، أنا اللي اشتري اللي أنا عايزاه. ده بشكل ما هو اللي حصل مع عبد العال، وده اللي هيحصل تاني بعد ما تتطلق من عبد العال وتصاحب عليه بالاتنين 3 على بعض وتصرف عليهم كلهم. على هذه الشلة المنيلة بيضم فردين جداد نقدر بشيء من التجاسر كده نقول إن هما اللي كان ليهم الدور في إنهم يزقوا الزقة الأخيرة بين العمل في البغاء السري والقتل، عرابي وعبد الرازق. لو هنعمل كاركتر بروفايل لعرابي فهو بلطجي بس عامل نفسه فتوة او ابو احمد زي ما كان بيتقال على فتوات اسكندريه وقتها، الفتوات كان اسمهم ابو احمدات، ونشاطه الاساسي كان تلاقيه حجتك، انت فاتح قهوه هاجي اشرب عندك اللي انا عايزه ولو فتحت بقك هضربك، انت فاتح مطعم هاجي اكل من عندك ببلاش ولو فتحت بقك هضربك، انت فاتح بيت سري فانا هاجي استخدم خدمات هذا البيت
ومش هدفع لك، ولو فتحت بقك مش بس هضربك، هبلغ عنك الحكومه. فالراجل كان اكل عيشه العنف والخناق والابتزاز، وكان زي ما بيقولوا كده عايش على عرق النسوان. اما عبد الرازق لو هنعمله كاركتر بروفايل هنلاقي ان هو شخص دخل السجن لاول مره في حياته وهو عيل عنده 11 سنه، كان بيحاول يسرق حله وصينيه باين من واحده جارته، وبعدها دخل السجن اكتر من مره في تهم بين الضرب والسرقه وحرق الحشيش، يعني برضو سجل اجرامي حافل ونزعه شديده للعنف. لما صلاح عبد الله في المسلسل كان بيقول اصلا انا راجل رذيل، دي كانت نقطه في بحر عبد الرازق الحقيقي. عبد الرازق الحقيقي كان سايكوباث فعلا، بيستمتع باغتصاب البغايا وبيستمتع بانه يسرق منهم فلوس او يضربهم او يهينهم بشكل او باخر، حتى لو هما مش ممانعين. هو متعته في الغصبانيه حاجه يعني تقرف الكلب، وعنفه ورزالته دول هما السبب اللي خلى الشله بتاعه حسب الله وريا وسكينه توافق ان هو يبقى موجود معاهم اتقاء لشره مش اكتر. دخول عبد الرازق على الشله بتاعت ريا وسكينه وكميه العنف والاهانه اللي كان بيتعامل بيها مع المقاطير بتوعهم موت حته كمان في انسانيه الشله كلها. وعشان كده النقله بين تنظيم البغاء والقتل اللي هي المفروض نقله كبيره حتى في علم الجريمه ما كانتش كبيره قوي كده ولا حاجه. اصل لما بني ادم يقعد سنين شغله واكل عيشه وروتينه اليومي انه يسهل لشخص تاني استغلال جسم بني ادم اخر برضاه او من غير مقابل فلوس، اكيد بالوقت هتبدا جدته تنحس، تجيله بلاده، يجيله ديسنسيتايزيشن، وبالتدريج الست دي او المقطوره حياتها هتفقد قيمتها، بل ويمكن ده يديله مبرر في وقت من الاوقات انه يقتلها او على الاقل يريحها من الهم اللي هي فيه. بالتالي المجموعه دي ما كانتش محتاجه غير زقه واحده بس علشان يغيروا نشاطهم من البغاء السري للقتل، وده اللي حصل سنه 1919 لما قامت ثوره 19. تحياتي لحماده هلال. برغم ان المظاهرات والثوره كان هدفهم استقلال مصر علشان نخلص بقى من الهم والجوع والذل اللي احنا فيه ده، الا ان الطبقات المعدمه من الشعب ومن ضمنهم عصابه ريا وسكينه كانوا شايفين ان اللي بيحصل ده وقف حال. ونظريا هو كان فيه وقف حال فعلا. كل الغضب اللي كان مخزون ضد الاستعمار والسلطه المحليه المهزأه خرج مره واحده. الناس اللي راجعه من السلطه مشحونه، الناس اللي المخدرات طلعت اسوأ ما فيها، الناس اللي الجوع خلاص حولهم لوحوش، كل دول لقوا في الثوره متنفس، فتكسير، تخريب، عنف. وطبعا العنف اللي تم التعامل بيه مع المظاهرات زود العنف اكتر، وبالتالي حظر تجول وشرطه في الشارع طول الوقت، ورجع الحال وقف تاني. بس بعد ايه؟ بعد ما داقوا طعم الاستقرار، داقوا الاكل. اي نعم الاكل ده في اغلب الاحوال كان بيبقى فطيس، الحيوانات الميته او اللي يدوب هتموت وبيلحقوها بالسكينه في اخر لحظه، او اللحمه الانجليزي، اللحمه اللي بتفسد في الكامبات بتاعه الاحتلال فبتتباع للمصريين بدل ما تترمي، بس برضه بقى اسمه اكل. حسب الله مثلا بقى قادر يلبس كويس ويجيب حشيش، سكينه بقت قادره تشرب خمره مش مغشوشه. كل ده خلى العوده للجوع ووضع المحدش فاهم حاجه ده ايام الثوره ليه اثر مضاعف عليهم. وهنا ظهرت فكره قتل المومسات اللي كانوا شغالين معاهم وسرقه الذهب بتاعهم. حد يقول لي يا جنش منين الدنيا كانت قحط كده ومحدش لاقي ياكل ودول رايحين يجيبوا ذهب؟ سؤال حلو. الذهب بالنسبة لكتير من العاملات في البغاء كان خطة هروب، خطة تقاعد، ده كارير محدش يحب يكمل فيه بقية حياته. بالتالي كتير منهم كانت خطتهم انهم يشتغلوا في الهم ده فترة يدوب بس نلاقي حاجة تخلينا نعرف ناكل، واي مليم فوق فلوس الاكل يتشال على جنب ويتحول فورا لذهب. فنبدأ بقطعة صغيرة، بالوقت نبدلها بقطعة اكبر، طبعا ما فيهاش اي شغل ولا فن علشان احنا مش عايزين نخسر فلوس في المصنعية، ولو احتاجنا نبيعها علشان نفك زنقة ولا حاجة تبقى تحت ايدينا، لحد ما ايفنتشولي نلاقي جوازة او نفتح بقى شغل او نشوف الدنيا هترسى على ايه. حد تاني يقول لي طب جنش ليه بيلبسوا ذهبهم؟ يعني المفروض ان البلد في حاله مجاعه وفي جريمه كتير زي ما بتقول، مش خطر ان واحده تلبس ذهبها في الاجواء دي؟ اقول لك ده وهم الحريه. رقم واحد، في البداية على الأقل كون إن الست من دول تلبس الذهب بتاعها كان بينفي عنها فكرة إنها محتاجة لدرجة إنها ممكن تشتغل في البغاء، خصوصا إن منهم اللي كانوا شغالين من وراء أهاليهم واللي عايشين في بيوت أحرار، فاللي هو لأ أنا معايا ذهب مش محتاجة. ومن ناحية تانية في مكان ووقت الشغل بقى ده كان بيخلي سعرهم أعلى عند الزباين، اللي هو لأ دي غالبا مش ست معدمة ودي شكلها كده ست حرة بس بتشتغل لمزاجها، يبقى لازم أدفع فيها أكتر وأعملها أحسن. وبناء عليه في سنوات ازدهار البغاء اللي قبل ثورة 19 كتير من المقاطير بتوع ريا وسكينة عرفوا يشتروا ذهب وابتدوا يلبسوه في الشغل للأسباب اللي قلنا عليها، وبالتالي ظهرت فكرة قتلهم والاستيلاء على الذهب ده، خصوصا انهم زي ما قلنا يا اما ملهمش حد خالص فمحدش هيدور عليهم، يا اما بيشتغلوا من وراء اهاليهم ومحدش ممكن يتخيل انهم مشيوا في السكه دي. يعني باختصار ملهمش تمن. نضيف لكده حته سياق كمان، معلش والنبي اخر واحده خلاص. السياق في الوقت ده ان اختفاء الستات ما كانش ظاهره غريبه ولا حاجه. اغلب الاعتقادات ان الستات في الوقت ده لما كانت بتختفي يا اما كانت بتهرب مع حد بيوعدها بالجواز، يا اما كانت بتهرب علشان تشتغل في البغاء السري.
ففكرة ان مرة واحدة نصبح الصبح نلاقي فلانة اختفت ما كانتش نادرة ولا حاجة، عادي. ده عمل حاجتين. اول حاجة خلى الناس ما تروحش تبلغ لان انا مش عايزة اعرف الحقيقة. تاني حاجة خلى الشرطة ما تاخدش محاضر الاختفاء بجدية. الناس يعني اللي كانت بتروح تبلغ مش هنقعد ندور بقى، تلاقيها هربت مع حد. خصوصا ان جهاز الشرطة في الوقت ده كان رقم 1 في منتهى الضعف بسبب الاحتلال، ورقم 2 كان عنده بلاوي متلتلة تانية علشان جوع يساوي جريمة. عشان كده هنلاقي ان قبل القبض على ريا وسكينة وخلال السنة اللي كانوا بيمارسوا فيها النشاط بتاعهم ده، في حوالي 42 محضر اختفاء راحوا للاسم بتاع اسكندريه. ريا وسكينه كانوا مسؤولين عن اختفاء 17 بس، الباقيين كلهم لحد النهارده محدش يعرف هما فين، ودي اصلا الناس اللي بلغت، فما بالنا بالناس اللي اتكسفت او ما كانش عندها ثقه في الحكومه. وعشان كده كانت فكره قتل البغايا في الوقت ده فكره عبقريه طبعا، وابتدى التنفيذ في 20 ديسمبر 1919 مع اول ضحيه اللي هي خضرة اللامي، وفضلوا مكملين على مدار 11 شهر بالظبط لحد 12 نوفمبر 1920 لما قتلوا اخر ضحيه ليهم. بعد كده طبعا تم القبض عليهم وبعدين التحقيقات وبعدين صدر حكم الاعدام. اما بديعه المسكينه فدخلت ملجأ وماتت في الملجأ بعدها ب3 سنين سنه 1924. خلينا بقى ناخد بريك، اطلع اشم نفسي وارجع لكم، واللي لسه ما داسش على الزرار يدوس عليه. بعد ماراثون ريا وسكينة اللي انا دخلته علشان احضر الحلقه دي، افتكرت مشهد كده بتاع فتحي عبد الوهاب لما جاب لبديعه فرختين علشان تعترف على مامتها. المشهد ده كان نكته عندنا في البيت، ماما خلاص سمت الفراخ المحمره دي فرخه بديعه، هذه الفرخه اللي تغسل عنك كل الاحزان وتحسسك ان الدنيا بخير. في المسلسل بشكل ما المشهد ده كان بدايه تحقيق العداله، والنقطة الفارقة في تغيير سير التحقيقات بعد ما كانت العصابة عمالة تتوه كانت بالفعل اعتراف بديعة. وفي المسلسل على الأقل اعتراف بديعة ده كان تمنه فرخة وشوية طمأنينة، لما كلت واطمنت رجعت بني آدمة. وانا بقرا في كتاب رجال ريا وسكينة، كتاب بديع بالمناسبة من اهم مصادر السحلة دي، لقيت تكرار رهيب لكلمة جوع، ولقيت في اعترافات بديعة اللي متسجلة في التحقيقات ان اكتر حاجة كانت حاسة في نفسها انها كانت طول الوقت جعانة، وكل ما بتطلب اكل بتتضرب، وحتى يعني لما يعطفوا عليها ويأكلوها يرموا لها عيش حاف، ما يخلوهاش تاكل طبيخ معاهم. ده اللي خلاها تقف تتفرج عليهم وتكتشف موضوع قتل نازلة ده بالصدفة. لقيتني بسأل نفسي كده، هل الجوع ممكن يكون ليه دور في المأساة بتاعت ريا وسكينة دي؟ يعني احنا في سحلة قبل كده اتفقنا على ان انت مش انت وانت جعان، وان الجوع الشديد المفاجئ بيأثر على المزاج تأثير شديد السلبية وبيخلي الانسان عدائي جدا، بس التأثير ده مؤقت وبيروح مجرد ما البني ادم بيرجع ياكل تاني. بس ماذا عن الجوع لفترات طويلة جدا؟ وماذا عن الجوع على نطاق مجتمع مش فرد لوحده؟ ايه اللي يحصل لو مجتمع باكمله فضل جعان لفتره طويله جدا؟ ولحسن الحظ بشويه تدوير لقيت ورقه بحثيه بتحاول تجاوب على السؤال ده بالتحديد. هل الجوع بيأثر على التباينات الاقتصاديه والاجتماعيه في السلوك؟ يعني بالبلدي كده، هل الجوع بيخلي الطبقات المعدمه دي تتصرف بشكل مختلف؟ مؤلف الورقه دي واحد اسمه دانيال نيتل بيقدم حاجه اسمها هانجر هايبوثيسيس او فرضيه الجوع. الفرضيه دي بتقول ان الظواهر السلوكيه اللي بتنتشر في الطبقات المعدمة وتحديدا الطيش، العدوانية، القلق المزمن، وتعاطي المخدرات بشكل مستمر، جزء منها راجع لان الطبقات دي بتمر بفترات طويلة جدا من الجوع. لو بصينا على حالة ريا وسكينة مثلا هنلاقي ان التغيرات السلوكية المرتبطة بالطبقات المعدمة كلها موجودة فيهم. سكينة عندها الطيش والادمان، حسب الله مدمن وعنيف، عبد الرازق عنيف وطايش، وكلهم قلقانين وكلهم مروا بفترات طويلة جدا من الجوع. في واحدة من تجارب التجويع العلاجي إننا نخلي مريض السمنة المفرطة يمتنع عن الأكل ويجوع علشان يخس، ودي من التجارب اللي بيستشهد بيها دانيال في ورقة البحث بتاعته. واحد من المرضى اتصل بالدكاترة بتوعه قال لهم يا جماعة أنا خايف، أنا جعان جدا وغضبان جدا وحاسس إن أنا عايز أدوس كل الناس اللي قدامي، أنا خايف أقتلهم. دراسات تانية بتقول إن ظروف المجاعات على مستوى المجتمعات بقى بتتسم بحاجتين: زيادة شديدة في السلوك العدواني ونزعة لإيذاء النفس أو إيذاء الآخرين، وناخد بالنا من دي بقى تفكك شديد في القيم المجتمعية. مثلا وفقا لدراسة استشهد بيها دانيال في البحث بتاعه ده، معدلات الجرائم العنيفة في الأحياء الفقيرة 5 أضعافها في الأحياء العادية. من ناحية في عدائية شديدة وطيش شديد، ومن ناحية تانية مفيش منظومة قيم مجتمعية تحلق على السلوك ده وتخلي الحياة الإنسانية ليها تمن. إنسان مين؟ عايزين ناكل. ده ممكن يفسر انتشار الجريمة والبغاء في الفترة بتاعت ريا وسكينة دي، والأهم يفسر تصالح الناس مع ده. نضيف لكده كمان إن الجوع المستمر بيضاعف من فرص إدمان المخدرات،
الاكل بيطلع دوبامين، الهرمون اللي هو بتاع السعاده ده. لو الانسان فضل جعان لفترات طويله، اعتماده على المخدرات بصفتها المصدر الوحيد للدوبامين بيزيد جدا، فبيبقى سهل قوي يبقى مدمن. وده برضو ممكن يفسر هوس الناس بالجنس في الفتره دي من التاريخ، وازدهار البغاء كبزنس. مفيش حاجه تانية تدخل دوبامين في المخ، الناس شرقانه. غير ان الادمان في حد ذاته بيزود الطيش وبيقلل السيطره على النفس، فبيساهم في تحويل البني ادم لمجرم، والمجرم لمجرم عنيف. طبعا اللي خلى الوضع أسوأ في مصر في الفترة دي إن المخدرات كانت متوفرة وبكميات كبيرة. الاحتلال كان بيسهل دخول المخدرات دي. الرعايا الأجانب اللي كانوا عايشين في مصر وبيتمتعوا بالحماية البريطانية لو تاجروا في المخدرات هنا محدش يحاسبهم، بعكس لو راحوا تاجروا في المخدرات في بلدهم طبعا القانون هيتطبق عليهم. والحكومة بتاعت الاحتلال اللي مش عايزة تبلي شعبها بكارثة زي الإدمان، قدرت بدم بارد تخلق سوق في مصر اللي هي محتلاها وتعمل منها بيزنس. يجي حد يقول لي ايوه يا جنش، بس هي الظروف دي مش كانت على الكل؟ مش كل الناس يعني تحولوا لسفاحين، ومش كل الناس اشتغلوا في البغاء. ده حقيقي، بس في نقطتين محتاجين ناخدهم في عين الاعتبار. اول حاجه ان في حاجه اسمها السمات الشخصيه او الاستعداد الشخصي، بكلمات سلطان السكري كده، ان الانسان يكون عنده استعداد طبيعي للانحراف ومحتاج اللي يوجهه. زي كده ما نسمع ان فلان ده عيلته عندها سكر، وان هو عنده استعداد يجيله السكر، فلازم يمشي جنب الحيط وينظم اكله علشان ما يجيلوش. نفس الكلام بينطبق بشكل ما على السمات النفسيه، سواء اللي ليها علاقه بالطيش او الميول العدوانيه او الاستعداد للادمان. يعني باختصار الحاجات اللي ممكن تخلي البني ادم يبقى مجرم. هو عنده استعداد، هتحطه في ظرف اجتماعي يشجع الاستعداد ده ويحفزه، هيبقى مجرم. هتحطه في ظرف اجتماعي تاني، هيبقى واحد تاني. النقطة التانية ان رايا وسكينة ما كانوش الحالة الوحيدة، لا، بعيدا عن ان في ستات كتير اختفت في الفترة دي والله اعلم مين كان بيعمل فيهم ايه، بس اللي عارفينه مثلا ان كان في قاتل متسلسل تاني موجود في طنطا في نفس الوقت اللي رايا وسكينة ظهروا فيه. محمود علام كان بيعمل نفس اللي رايا وسكينة بيعملوه تقريبا، بيستدرج العاملات في البغاء والمومسات وبعد كده بيتخلص منهم وبيسرق مصوغاتهم. وبالمناسبة علام كانت طريقته أبشع كمان، هنعرفها في السحلة الجاية. ولكن مع ان الجرائم بتاعته اسلوبها كان شديد القسوه والهمجيه، ومع انه ظهر مع رايا وسكينه في نفس الوقت، ومع ان رايا وسكينه ما كانوش بيقتلوا بايديهم اصلا، رجالتهم هم اللي كانوا بينفذوا القتل، الا ان القضيه اتسمت قضيه رايا وسكينه وبقت اشهر بكتير من محمود علام. ليه؟ معرفش، قولوا لي انتوا تفتكروا ليه؟ وليه اصلا مسلسل طلع من 10 سنين بيحكي عن واحده من اسوأ فترات تاريخ مصر رجع يبقى ترند دلوقتي؟ قولوا لي في الكومنتس. ولو عجبتكم السحله دي لايك، شير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.